لازم تغيري حاجات كتيرة في حياتك عشان تبقي مميزة وأفضل في حاجات كتيرة قوي، أفضل من غيرك. صباح الفل على أحلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكوا ليا، نورتوني. أتمنى المتابعة على الفيسبوك واليوتيوب بإذن الله تعالى. هنعمل أحلى شطة هريسة أنا وانت، يلا بينا ندلع أكلنا ونشطشط أكلنا. الأكل من غير شطة ما بيبقاش ليه طعم. لازم تعملي الشطة الهريسة بتاعتك دي في البيت، هتوفري والأكل بتاعك هيتغير تماما. تحطيها في الفريزر عندك طول السنة وتستخدميها لما تعوزي. سيبك من الشطة الناشفة دي، ما بتبقاش نضيفة وبيحطوها في الشمس وبتبقى مليانة تراب ومش نضيفة. لو شفت لها فيديو هتقرفي منها تماما. يلا بينا نعمل انا وانتو الشطة. هتجيبي الفلفل الاحمر الحلو الحامي ده، هتشطفيه كويس وتشيلي القرون الخضراء اللي من فوق، وهتسيبيه يتصفى تماما كده، وهنشتغل بيه انا وانتو. هتحطي كده بقى كمية قرون فلفل، وبعدين معلقة خل صغيرة، حبة زيت وحبة مية وحبة ملح، وهتضربي كل ده في الخلاط. وينفع كمان الكبة، وهتحطي حبة مية صغيرة يدوبك بس عشان الخلاط، لو هتضربيه في الخلاط يقدر يضرب معاكي. لو في الكبة ممكن ما تحطيش اصلا. لو حسيتي ان الكبة مش عايزة تلف معاكي تقدري تحطي حبة. هنا انا حطيت وابتديت ازود قرن قرن من فوق كده لحد ما يتقل معايا، عشان ما يبقاش خفيف الكمية. لازم تبقى تقيلة، ما تبقاش مية معاكي زي ما انتوا شايفين كده. ولو خفت منك وما عندكيش فلفل تاني عادي خلاص تشيليها على كده، بس من الاول لازم تحطي حبة مية صغيرة خالص علشان المفروض تبقى تقيلة زي ما انتوا شايفين كده. هحط لكم كل التفريزات بتاعتي اللي انا فرستها في صندوق الوصف، او هثبتها لكم في التعليقات. اتمنى تشوفوها وتقولوا لي رأيي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. احلى شطة هريسة هتاكلوها في حياتكم من ايد سوبر ماما ومن ايديكم. يا رب دايما تتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب، يا اجدع ناس في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم داخل علينا. يلا قولولي خزنتوا ايه وشلتوا ايه لرمضان ولطول السنة، وبتعملوها بالطريقة السهلة دي. وممكن تحطوا توم لو حابين، انا بحبها كده خفيفة من غير توم.